السلام عليكم حبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كالعادة معنا مستر احمد منور الدنيا. بنورك يا مستر محمد. ربنا يخليك. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مستر طب محمد؟ النهارده عشان هنشرح كيمياء، وباذن الله هنكمل برضه الفيزياء مع بعض. احنا كنا في الفيزياء وقفنا عند السرعه، والكيمياء كنا بدانا في الوحده الاولى، وهنكمل مع بعض كده بعض الافكار من الوحده الاولى الحصه الجايه. بس النهارده هنشرح، معلش يا مستر استاذنك، نشرح اول درس في الوحده الثانيه بنية الذره. تمام. ممكن اقول بس حاجه، اتفضل. ان الدرس ده مهم جدا للسنه الجايه عندنا في الفيزياء. طبعا تمام لان كده. تقريبا عندك الجزء عندنا في الفصل السادس بيتكلم عن حاجه اسمها الاطياف الذريه، فنجيب سيره حاجات من اللي هتاخدوها دي انا كده هستفيد منك بقى مع بعض يا مستر. ان شاء الله. تمام. بسم الله يا مستر. الاول بنية الذره، العلماء كانوا محتارين الذره دي مكونه من ايه؟ هو قصدك يعني بنيه الذره دي، قصدك يعني تركيب الذره؟ او مبنيه من ايه؟ يعني مكونه من ايه بمعنى صح؟ تمام. طيب العلماء زمان يا مستر كانوا معتقدين ان الذره دي مثلا ايه، يعني عايزين يتكلموا عن الذره، عايزين يعرفوا العالم اللي جوه الذره ده ايه؟ هل هو عالم خاص بنفسه؟ هل هو مثلا حاجه عاديه كده، حبايه رمله مثلا؟ تمام. فالعلماء احتاروا كتير، وقبل تومسون كمان الناس اللي قدامنا دي كانت في محاولات. يعني انا كان ممكن اقول لك مثلا ايه، كان في حد اكتشف العنصر، كان في حد اكتشف طب الذره. ممكن اسال بس من الاول، اتفضل. هو الذره دي اصلا ايه من البدايه كده؟ احنا عندنا كده ايه؟ الماده، صح؟ بص عندنا ماده، بتتكون من، بتدي جزيئات. والجزيئات بتتكون من يعني احنا مثلا ذرات. يبقى هو قصدك يعني ان الماده اللي بتتكون من جزيئات وجزيئات بتتكون من ذرات، الذره دي هي كمان بتتكون من حاجات. الذره جواها حاجات كمان، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، صح كده؟ نخش النهارده جوه الذره لو امكن يعني. تمام. تمام كده. طيب بص يا مستر، كان في علماء بتوع الاغريق، وما يمكن الناس دي تعرف، يعني علماء الاغريق دول هم علماء اليونان. تمام. قالوا ان الذره دي حاجه ما ينفعش نقسمها اكتر من كده. يعني مثلا ايه، لو جبت حبايه رمل وكسرتها ما تبقاش ذره. تمام. لو انا جبت حاجه ما ينفعش تتكسر اسمها ذره. تمام. ده كان بدايه الذره عامه يعني كده. اللي هو قصدك لفظ الذره جاي من الكلمه اليوناني ده عندنا اتوم. ايه اللي هو اتوم، بالظبط. ايه لا وتم تنقسم. بالظبط. ايه يعني بقى؟ معناها وحده لا تنقسم، ده الفكره بتاع لا زمان. ينقسم. أو تمام. اي ماده لا تنقسم. تمام. تمام كده. طيب هو طبعا في بعض المحاولات قبل كده، بس هم طبعا اول نموذج عندهم نموذج تومسون. تمام. نموذج تومسون يا مستر هيتكلم عن تركيب الذره ومكوناتها. بعد كده عندهم النهارده هنتكلم عن رذرفورد. النهارده هنتكلم عن الاثنين دول، تومسون ورذرفورد بس. معاك يا مستر. بص يا مستر كده، مبدئيا نموذج تومسون. نموذج تومسون هو كان قايل او كان مقترح ان الذره عباره عن كره عامله زي ايه؟ كره، عارف انت لو جبنا بليه حديد زي كده بالظبط. تمام. كره متجانسه، يعني متجانسه ما فيهاش خرام من جوه، ما فيش فتحات. تمام. كره متجانسه من الكهرباء الموجبه، جواها شحنه سالبه. يعني بص دي رسمه، دي تخيلها بالشكل ده. الكره دي كده تمام. كره متجانسه، اللي هي البرتقاله دي كره متجانسه، ما تمام. فيهاش فتحات، ما فيهاش خرام. كلمه متجانسه انها حته واحده مصمطه. تمام. يبقى هنقول كده الذره عند مين؟ عند تومسون كره متجانسه. كره مصمطه. مصمطه متجانسه. ماشي. كره مصمطه متجانسه. طيب مكونه من ايه بقى؟ من الكهرباء الموجبه. يعني هي مكونه اصلا من الداخل الكهرباء الموجبه. تمام. بص الحته دي جايه مستر مطمور. طيب يعني ايه مطمور؟ يعني محطوط جواه، تمام. داخل جواه. يبقى كره متجانسه من الكهرباء الموجبه مطمور بداخلها شحنات سالبه. طيب ليه موجبه وجواها سالبه؟ قال لك عشان تبقى الذره متعادله. يعني ايه متعادله؟ الموجب قد السالب. تمام. يبقى عرف الذره عند تومسون هي كره مصمطه من الكهرباء الموجبه جواها شحنات سالبه. التعريف العلمي كره متجانسه من الكهرباء الموجبه مطمور بداخلها شحنات سالبه لجعل الذره متعادله كهربائيا. تمام. يبقى لو حب يحط لي سؤال مقالي هنا في الحته دي يقول لي ايه؟ علل ذره تومسون، يعني الذره عند تومسون متعادله. تمام. لان مجموع الشحنات ايه؟ الموجبه تساوي شحنات ايه؟ السالب. او ممكن يقول لي ايه علل ليه في شحنات سالبه في ذره تومسون حتى تصبح ذره مالها متعادل. متعادله كهربائيا. تمام كده لسه؟ تمام. يبقى لو انا جيت رسمت لك ذره تومسون كده بالرسمه دي، بص يا مستر دي مش مصمطه كده في تمام. دايره فراغ، تمام. واعملها كده اكنها كده بالشكل ده. هنقعد نملاها كده لغايه الاخر. تمام. تمام كده يا مستر؟ دي كده ايه؟ المفروض اللي انا برسمه ده ايه؟ موجب ولا الموجب. سالب؟ ايوه ده الموجب. تمام. يبقى كره متجانسه من الكهرباء الموجبه بالشكل اللي انا عم برسمه ده، بس عشان ما نضغطش على الطلبه تمام. بالشكل ده. اعتبرها كلها لو انتهى بالشكل ده يا مستر، تمام. وراح حاطط عليها شحنات ايه؟ ها؟ دي الموجبه، حاطط تمام. شحنات ايه يا مستر؟ السالب. بس خلي بالك معايا، السالبه دي موزعه بانتظام.
يعني موزعه بانتظام. يعني مثلا ايه، ما بين كل الكترون مثلا في مسافه سنتي، خلاص مم. يبقى كده متوزعه كده بانتظام بهذا الشكل. تمام. بس في نقطه، عدد الشحنات الموجبه قد السالبه هتصبح الذره مالها تعادله كهربيه. فالعلماء قالوا ايه يا مستر، او الناس اللي تشبهوا ذره تومسون قالوا تشبه البطيخه. تمام. هو مش تاجر بطيخه خلي بالك، مم. بس هي الذره عند شبه البطيخه ايه، بص دي الموجب ومتوزع السالب بانتظام. تمام. يبقى عرفك الذره عند تومسون. اكتبها كده ولو فيها عايز غلط تقوله. اتفضل يا مستر. تمام كده. يبقى فهمت من حضرتك ان الزرع عند تومسون اول حاجه كره ايوه. مصمطه، يعني ايه مظبوطه؟ يعني مش فاضيه من جوه. يعني مليانه من جوه. تمام. تمام. متجانسه، يعني ايه متجانسه؟ يعني كل جزء فيها شبه الجزء التاني، قد الثانيه اللي فيها شبهها في التركيب. صح. تمام تمام. كده. متجانسه من الكهرباء الموجبه، صح كده. مطمور، يعني ايه مطمور؟ يعني موجود جواها، موجود جواه، صح كده. بداخلها ايوه. عدد من الشحنات الشحنات السالبة اللي هي الإلكترونات، صح كده. تمام. تكفي لجعل الذرة ديت متعادلة كهربيا، صح كده اللي فهمته من حضرتك. تسلم. تمام. مثلا انت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، تمام. قلت ان الشحنه السالبه دي هي مين؟ هي الالكترونات. يعني ده غلط في كلامي يا مستر. بسم الله ما شاء الله، ده انت قلت لي حته انا مسألة انا ما قلتهاش اصلا. تمام. الالكترونات دي يا مستر، يعني لو جاني سؤال في الامتحان ما هو العمل الذي قام به تومسون، اقول له اكتشف مين؟ الإلكترونات. بس كده. تمام. يبقى هو لما قال انت ان قصدك قبل التومسون ما كانش في حد يعرف ان في حاجة اسمها ايه؟ اول من تطرق، اول من دخل اول ما دخل لفظ الالكترون في الذره كان معلم تومسون. تمام. يعتبر تومسون هو مكتشف الالكترونات اصلا بالتجربه دي. تمام. يبقى كره متجانسه من الكهرباء الموجبه مطمور بداخلها شحنات سالبه، الشحنات دي تكفي زي ما حضرتك قلت كده عشان تبقى الذره مالها متعادله. متعادله كهرباء. على فكره هو عمل تجربه كبيره عشان تثبت الكلام ده، بس هي مش مقرر عليه عامه يعني. تمام. التفريغ الكهربي بقى اللي عندنا. عندكم في الفيزياء بقى. خلاص. تمام. يبقى احنا خلي بالك معايا، ممكن نقول ايه، تشبه ذره تومسون ثمره البطيخ عشان تبقى كره متجانسه من الكهرباء الموجبه مطمور بداخلها شحنات سالبه، هذه الشحنات تكفي تجعل الذره متعادله. تمام. البطيخه اللي هو الموجب واللب الاسود اللي جواه دوت تمام. السالب. تمام. تمام. طيب تجربه رذرفورد، بص يا مستر كده، بالنسبه لتجربه رذرفورد دي كلها على بعضها مبنيه على يعني بعض الاقتراحات هنقولها دلوقتي بالتفصيل. تمام. بس انا عايز اقول لك حاجه من وجهه نظر الراجل ده، ارتكن على بعض الاشياء الموجوده حواليه في الطبيعه. يعني كان بيقول مثلا، كان بيفكر مع نفسه كده ان في الشمس في النص والكواكب حواليها، الارض في النص والقمر حواليها، حتى الدوره الدمويه بتلف في اتجاه عكس عقارب الساعه، والبني ادم ثابت والدوره الدمويه بتلف حواليه. فهو في جوه كده قال لك ايه، ما هو ممكن تبقى ذره زي كده، حاجه في النص وحاجه بتلف حواليه، اللي هو التماثلات في الطبيعه، صح كده؟ يعني عايز يعني زي ما الذره جزء من الكون، يبقى كانها زي الكون بالظبط. تمام. زي المجموعه الشمسيه والكلام ده كله، بس عايز يثبت. فلما يجي يعمل تجربه هيبقى عندنا حته مهمه جدا، طالما عمل تجربه هو اول من وضع تعريف للذره على اساس تجريبي بعد كده. تمام. يبقى عمل تجربه، هيعمل تجربه كامله دلوقتي. طيب اللي عمل التجربه مش هو على فكره مستر، عالم اسمه جيجر وعالم اسمه مارسيلين، دول تلاميذه. تمام. عارف يا مستر الراجل ده عمل ايه في التلاميذ دول؟ حبسهم في الاوضه، فعليا كده حبسهم، قعدهم في الاوضه يعملوا حاجه واحده بس، يعدوا الخطوط اللي هو هيعملها لهم. يعني هيجيب لهم ماده تطلع خطوط على حاجه كده يعدوها بس. تمام. تخيل مثلا اسبوع او 10 ايام كده بيعدوا بس عدد، وهقول لك هيعملوه دلوقتي. طيب يبقى اللي عمل التجربه مين؟ جيجر ومارسيلين، تلاميذ. بس بناء على اقتراح هو، الاقتراح هو اللي انا قلت لك عليه انه ايه؟ قال لهم اعملوا كذا. انا متهيألي ان الذره حاجه في النص وحاجه حواليها، تعالى نعمل التجربه. طيب يعتبر رذرفورد هو اول من وضع تركيب للذره على اساس تجريبي، وعايز اقول لك يا مستر انه لما عمل التجربه دي خد جائزه نوبل عليه. تمام. ويمكن هو الراجل ده اصلا تقريبا تعرف منين؟ نيوزيلندا. من نيوزيلندا. تمام. وكرموه في نيوزيلندا، حطوا صورته على اكبر عمله ورقيه هناك. تمام. لا 200 جنيه؟ ما اعرفش. ده بتاعتنا. يعني احنا بس هو كان لو دولار مثلا ان هو صورته على الدولار هنا. تمام. او $100 مثلا. يبقى يعتبر رذرفورد هو اول من وضع تعريف الذره على اساس تجريبي. تمام كده
طيب ايه الافكار يا مستر اللي هو كان معتمد عليها؟ كان قبله مستر في حاجه اسمها نشاط اشعاعي. تمام ايه النشاط الاشعاعي ده يا مستر؟ ان بعض العناصر لما نسيبها في الهواء كده وزنها بيقل، مش كتلتها يعني، اعتبر وزنها. يعني لو انا جبت مثلا عنصر زي الراديوم مثلا، عنصر زي النبتينيوم مثلا، عنصر مشع يعني، على فكره هم خدوها في ابتدائي اللي فاتت، تمام. الكلام ده بتاع اعدادي. لا، اليورانيوم العناصر بولونيوم العناصر سيزيوم. المشعه بيحصل لها حاجه اسمها ظاهره النشاط الاشعاعي. لما اسيب العنصر شويه في الطبيعه كده، في جزء من وزنه بيقل، تمام. بيطلع من الوزن ده، بيطلع على شكل اشعاعي. طب مين الاشعاع ده؟ حاجه اسمها الفا، حاجه اسمها بيتا، حاجه اسمها جاما. تمام. يبقى الخطوه اللي اعتمد عليها الراجل ده ان في بعض العناصر في الطبيعه بتشع. هتشع مين؟ الفا وبيتا وجاما. طب هو عايز يختار مين منهم؟ هيختار الفا. اشمعنى يا مستر؟ الفا بطيئه شويه، فيقدر يرصدها باستخدام بعض الاجهزه، يعني يقدر تمام. يشوفها وهي ماشيه. تمام كده؟ وكمان الفا لها قدره على الايه؟ الاصطدام بالاجسام. يعني هقول لك دلوقتي فيها ميزه جامده جدا انها بتنور في بعض الاجسام. تمام. كمان كانت اللي عمل الظاهره دي اصلا المدام ماري كوري، اللي هي الدكتوره اليابانيه، عملت النشاط ده. اسم مش يابانيه؟ طب ايه الاسم؟ هو الاسم عامه ازاي؟ من النمسا. والله آه. غريب. ماشي. طيب مدام ماري كوري فضلت تعمل تجارب زي كده على النشاط الاشعاعي. هي واخدة 2 نوبل، واحدة فيزياء واحدة كيمياء. نوبل الفيزياء مع هنري بيكوريل ومع جوزها كوري. لا يعني هي اصلا ماري واخدة كوري مش 2. ابوها ده لا، ده كوري ده جوزها. كمان. فخدت نوبل فيزياء وكيمياء. الكيمياء لوحدها، فيزياء مع هنري بيكوريل وكوري جوزها. تعرف بس انا اعرف عنها معلومه غريبه، بيقولوا ان الحاجات اللي كانت بايديها مدفونه معاها. ما هي لغايه دلوقتي الحاجات دي مشعه، ويقول لك ممكن تفضل اشعه لغايه 200 عشان سنه. الظاهره دي يعني اه النشاط الاشعاعي اللي هي اكتشفتها دي. امم طيب تمام. وهي اصلا توفت بسبب الاشعاع. طيب اذا الراجل ده اعتمد على ظرف النشاط الاشعاعي. خد مين يا مستر؟ خد الفا. واقول لك الفا خد الفا دي دلوقتي، قلنا تمام. إنها عشان بطيئه وعشان بتنور مع بعض الاجسام. طب بص يا مستر كده، ايه الفكره بقى؟ هو هيجيب دلوقتي هنرسم تجربه، بس تمام. هقول لك التجربه في خطوه هيعملها قبل وخطوه يعملها بعد. تمام. هو دلوقتي معتقد ان الذره مالها؟ الذره كانت مصمته. لا هو معتقد ان الذره مصمته. اه هو معتقد ان الذره مالها؟ فيها فراغ. ايوه كده. تمام. فعايز يثبت ان الذره فراغ، فعايز يخلي حاجه تخش جوه الذره من جوه، عشان لو عدت الناحيه الثانيه يبقى الذره فراغ فعلا. تمام. يبقى بص معايا كده، الفكره اسقاط اشعه الفا من عنصر مشع، زي عنصر مثلا الراديوم مثلا. تمام. تمام كده، على لوح معدني مبطن بماده اسمها كبريت 50. تمام. طيب ليه اختار الفا؟ قلت لك عشان الفا بطيئه، ولما تثبت هتنور. تمام. واللوح ده كمان بالذات هيدي اضاءه، عارف زي لون فوسفوري كده تمام. لما الفا تثبت فيه. يبقى الفكره ان اشعه الفا لما تنزل على ماده كبريت الخرسين بتنور. يعني بص، لو انا رسمت كبريت 50 كده بالشكل ده، هذا الشكل، تمام. والفا جاي هنا كده، الحته دي اول ما تخبط هنا في الحته دي تروح منوره. تمام. هنا يجي دور مين بقى؟ ها؟ اللي هم الناس العلماء اللي بيعدوا. مارسلين وجايكر يعدوا النقط دي. تمام. تخيل عملوا ايه؟ عدوا 24,000 شعاع. تمام. تمام كده يا مستر؟ طيب المركب اللي هو كبريت 50 ده رمزه زد ان اس، كبريت 50. تمام. بص يا مستر، حيث يحدث وميض عند سقوط اشعه الفا عليه. يبقى ايه السبب ان اختار الفا مع العنصر ده؟ ان الفا لما تصطدم باللوح ده تحدث وميض. تمام. مش كده يا مستر؟ رقم 2 تحديد كل من موضع وعدل ومضاد على اللوح. يبقى جيجر ومارسلين هم اللي عملوا كده. قالوا ايه؟ الموضع، المكان. يعني بص ادي النقطه نورت هنا. تمام. عددها 2 3 4 5 6 لغايه ايه؟ تمام. 5 تجربه. تحديد كل من موضع وعدل ومضاد على اللوح المعدني. يبقى اذا اول خطوه في اشعه الفا ماشيه في خط مستقيم تخبط في مين؟ في كبريت الخرسين اللي هو زد ان اس. تبتدي تنور. يا عملوا ايه العلماء؟ عدد، حددوا العدد، المكان اللي نزلت فيه وعددها قد ايه في المكان ده. وهنعرف عددها دي دلوقتي. تمام. اعتراض مسار جسيمات الفا بالصفيحه رقيقه من الذهب. هيجيب ذهب ويحطها قدام الفا. يبقى خلي بالك معايا كده، التجربه خطوتين. الخطوه الاولانيه اهي، خلينا بس نرسمها هنا بالشكل ده اهي. هنا في عنصر مشع اسمه عنصر الراديو. مطلع اشعه ايه؟ الفا. هتنور كده بالشكل ده، بهذا الشكل. فيقعد يعمل ايه بقى يا مستر؟ يحدد مين اللي هو مضغوط اهي. ادي ومضه، ادي ومضه، ادي ومضه بالشكل هذا الشكل. تمام.
دي كده الفا منه على طول لمين؟ للوح. لبرين متخصص. على فكره مستر الفا هنا محاط بماده من الرصاص. تمام. اشمعنى اختار الرصاص برضه عشان بس نبقى هو صندوق من الرصاص. صندوق من الرصاص. تمام. الصندوق يا مستر الالفا دي اشعه تطلع في جميع ايه؟ الاتجاهات. هو عمل فيه فتحه صغنونه كده عشان يطلع الاشعه من هنا بس. وده الرصاص بيمنع خروج الاشعه اصلا. تمام. فلما تيجي تخبط من هنا مش تطلع من هنا ولا من هنا ولا من هنا. لا أشعة ألفا ما تقدرش تخترق الرصاص. بالظبط يعني مش تقدر تعدي منها. تمام. تبقى تطلع بالفتحه اللي هو عملها بس. تمام. طيب دي الخطوه الاولانيه قبل وضع مين؟ الذهب. تمام. راح جه عمل نفس التجربه هنا بس حط مين؟ حط ذهب. تمام. غلاله من الذهب. اشمعنى اختار الذهب؟ اولا الذهب نقي بنسبه 99%، 99.9%. تمام. فمفيش شوائب تبوظ التجربه عشان التجربه يبقى مبنيه على عامل واحد مش عاملين. تمام. تاني حاجه ان الذهب قابل للتورق، يعني تورق عشان طلعوا معانا كده كلمه تورق ان انا ممكن اقطعه شرايح صغيره جدا 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 جدا. تمام. وكمان الشريحه دي هتفضل ثابته يعني واقفه كده ما تلفش ما ترولش مني ما تتنيش. ما تتنيش. معايا كده بس. كمان الذهب فيه ميزه حلوه جدا ان العدد الذري بتاعه كبير ودي هنحتاجها بعدين. تمام. يبقى هو اختار الذهب مش هباء كده علشان الذهب عنصر نقي. تمام. عنصر قابل للتورق يتقطع شرايح صغير جدا. الشريحة مش هتنحني. 3 انحني وكمان العدد الذري بتاعه كبير. تمام. فكده عمل ايه بقى؟ راح مطلع الاشعه بس هو عايز يجرب دلوقتي ايه اللي هيحصل فنشرح مع بعض. تمام. يبقى ايه فكره التجربه؟ جاب مين؟ جاب أشعة ألفا. مصدر مشع. مصدر مشع زي عنصر راديوم عشان يطلع أشعة ألفا. حطه جوه صندوق. جوه صندوق من الرصاص. اشمعنى الرصاص؟ عشان يخرج بس ايه من مكان معين هو عايز يغير لأنه بيمنع نفس أشعة ألفا. دي نقطه، والنقطه الثانيه عمل ايه؟ حدد موضع اللي هو ايه قبل ما يحط تخبط فين؟ في كبريت الخرسين قبل ما ينور. كبريت الخرسين قدام الفا. تمام. لما الاشعه تخبط فيه تعمل ايه؟ بتنور. تتنور. التلاميذ عملوا ايه؟ حددوا شافوا الموضع وعدد الايه الغمضات اللي عملتها يعني عدد جسيمة ألفا اللي نزل. دي في الاول. بعد كده حط غلاله من مين؟ من ايه؟ من الذهب. من اشمعنى الذهب؟ قلنا عشان هو عدد ذري كبير. تمام. تاني حاجة ممكن اعمل منه رقائق. تمام. تالت حاجة ما بينحنيش. تمام. طب بص يا كده ادي تجربه في وجود رقم من الذهب. تمام. هو المفروض ان كان مثلا يعني لو احنا قلنا ان في ومضات هو كان محددها هنا بالشكل ده. ادي مثلا ومضه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ومضات مثلا مستر. تمام. دول كانوا محددهم من الاول. لو مفيش دهب كان هينوروا هنا. تمام. راح حط الدهب. الفا بتعمل ايه؟ بتطلع اشعه. هنا هنقول مثلا في حته هنا بالشكل ده. بالشكل ده. هنحتاجها بعدين هقول لك اللي هيحصل دلوقتي. عندنا بعض المشاهدين. الشعاع ده كان طالع من الفا وعدى نور في مكانه. تمام. والشعاع ده عدى نور في مكانه. الشعاع ده عدى نور في مكانه. الشعاع ده بص المفروض ينور فين؟ هنا. بص يا مستر راح نكمل المفروض كده وراح ننور هنا. تمام. الشعاع ده هو المفروض لو كان خط مستقيم كان نور هنا. تمام. تمام كده يا مستر. الشعاع ده برضه نفس الحوار ده. خط مستقيم كان هينور هنا. بص انا على اللون الاحمر دي كده ما نورتش في مكانها. تمام. ودي برضو ما نورتش في مكانها. الشعاع ده نور تحت كده في النقطه دي. تمام. يبقى الشعاع س مثلا والشعاع صاد. س نور فوق وصاد نور تحت. تمام. تمام كده يا مستر. في شعاع كان جاي من هنا هينور دي. جاي كده هينور دي. ده ما نورش اصلا هنا. نور ورا خالص الحته دي كده عند في اللوح ده. تمام. عشان مستر ده ما راحش ما جاش رجع تاني كده. يبقى كده في بعض الملاحظات. في اشعه وفي شعاع برضو لما نطلع ده نور في مكانه. تمام. وده نور في مكانه. وده نور في مكانه كده وهكذا. اذا اغلب الاشعه اقول اللي انا لاحظته من اللي قلته ان في اغلبهم طلع في نفس المكان. يعني احنا دي عندنا يعني بنعتبرها ذره واحده من الذهب. ماشي. تمام. ماشي. اتفضل. ان الاغلبيه في نفس المكان. ايوه اغلب الاشعه ظهرت في نفس المكان. حاجه بسيطه ارتدت. تمام. حاجه بسيطه جت جنب المكان الاولاني. يعني حصل في اشعه عدت وارتدت. في اشعه انحرفت عن مكانها. مرت. نفذت ونزلت مكان الاول. تمام. انحرفت. ارتدت. 3 حاجات لاحظناهم. تمام. تعال نشوف. فعلا زي ما حضرتك قلت يا مستر ادي اول حاجه. دي التجربه طبعا عندهم في كتاب الامتحان وكتاب الاضواء وكتاب المثالي وكل الكتب جايباها كده وكتاب مدرسه طبعا. تمام. ادي
صندوق من الرصاص، وقلنا عشان بيمنع خروج الفا، تمام. وعمل فتحه عدد اشعه الفا. بص يا مستر كده اغلب الاشعه نزلت في الموضع اللي كان اولاني. وده ارتد تمام. وده انحرف. تمام. تمام كده يا مستر. ودي التجربه اهي. بص ادي اغلب الاشعه، كل الاشعه دي ظهرت في نفس المكان الاول، تمام. وكل الاشعه دي ظهرت في نفس المكان الاول، تمام. وده انحرف وده انحرف وده ارتد. تمام. تمام كده يا مستر. تمام. دي تجربه الفا قدام الطلبه في كتاب المدرسه. تمام. تمام. طيب تعالى بقى المشاهد زي ما حضرتك قلت كده، نفاذ معظم اشعه الفا. هو كان معتقد ان الذره فراغ. تمام. مين اللي كان قبله؟ تومسون. كان قبل الذره ايه؟ وسمطة. طب بناء على اقتراح تومسون، لو الذره كده واشعه خبط فيها هيحصل ايه؟ كلها ترجع. هيرجع كده. طب اشعه تانية خبط فيها هيرجع كده. كلها لكن ترجع. هنا ايه اللي حصل؟ ان الاشعه عدت من جوه الذره. تمام. الذره مصمطه؟ لا. يبقى اول مشاهده ايه المشاهده؟ نفاذ معظم اشعه الفا وظهورها في نفس المكان الاول. كانوا علموه مين ومين؟ اللي هو جيجا والمرسيدس. نفس الاماكن اللي علمهم فيها العلامات ظهرت في نفس الاماكن تمام. اللي في الاولاني. كده احنا لاحظنا ايه؟ ان هو استنتج ايه بقى؟ ان كده معظم الذره فراغ مش مصمت. ايوه معظم الذره فراغ وليست مصمتة زي ما قال تومسون، صح كده؟ مثل او مثل قول تومسون. تمام. اذا نفس الفرض ده او المشاهده دي هي هدم نظريه مين؟ تومسون اللي قبل كده. ليه بقى؟ لان الاشعه عدت في الذره كده. انت عم تومسون غلط. الذره مش مصمته، ده الذره فارغه لان الاشعه عدت من جواها. تمام. تمام كده يا مستر؟ طيب المشاهده الثانيه، ارتداد جزء ضئيل جدا. بص يا مستر، جدا دي ممكن تبقى لغايه بكره. تمام. ليه بقى؟ انا قلت لك كام شهر؟ احنا كنا عاملين بقى 10. لا احنا عملنا 10. اللي ارتدوا 2 اللي عملوه جيلوا مصر كام شهر؟ كتير. قلت حاجه. اللي انحرف منهم بعض المصادر بتقول 2 او 3 بالكتير او 4 مثلا، اللي هم حصل فيه من الارتداد ده. بالظبط. اللي ارتد 1 بالكتير قوي. تخيل شعاع مثلا او شعاعين من 24,000، فنسبه كلمه ضئيله جدا 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 جدا. فده معناه ان الذره كلها فاضيه. ده اغلبها مساحه شاسعه جدا من الذره فاضيه. تمام. يبقى زي ما هو احنا لسه قايل قلت لك ايه، هو كان معتقد ان زي المجموعه الشمسيه. تخيل ان الشمس في النص وفي مساحات شاسعه بين الكواكب. تمام. اذا ارتداد جزء ضئيل جدا من اشعه الفا عكس السقوط. يبقى بص معايا كده، لو احنا جينا رسمنا دي بولات الايه؟ الذهب. هنا كان في جزء في النص كده. تمام. في شرخ الفا خبط فيه ورجع كده. تمام. طيب طالما الشرخ خبط ورجع، بص يا مستر، لو انا القلم ده في ايدي معلش حضرته عليك كده، تمام كده، وعدى من جنب دماغك كده، يبقى جنب دماغك ايه؟ في فراغ. تمام. طب لو انا خبطته فيك وخبط فيك فعلا هيعمل ايه؟ هيرجع. يبقى ليه؟ عشان جسمك مصمت. تمام. فطالما الشعاع خبط ورجع يبقى خبط حاجه ايه؟ مصمت. يبقى بس عارف الشعاع ده كان فين يا مستر؟ كان في قلب الذره، يعني في نص، في السنتر. تمام. يعني مثلا ايه؟ لو قلنا المسافه دي مثلا 10 سم يبقى ده 10 سم. تمام. هو عشان كده حتى هو ايه؟ فيما بعد سمى الجزء ده سماه نواه. كلمه نواه الحاجه معناها مركزها. تمام. يبقى في جزء في شعاع في المنتصف خبط في حاجه تقيله ورجع. تمام. او كثيفه او مثلا وزنها او مساحتها كبيره. تمام. يبقى ارتداد جزء ضئيل جدا من اشعه الفا عكس السقوط. ده يدل على ايه يا مستر؟ انه ارتد في جسم يوجد جزء في منتصف ايوه الذره، في منتصف الذره كثيف، كثافته اكبر ما يوجد. كثيف يعني. تمام. او صغير الوزن. اللي هو النواه بعد كده. سؤال لسه. تمام. النواه صغيره ولا كبيره؟ النواه من حيث الحجم. الحجم صغير. طب عرف ازاي؟ عشان معظم الذره فاضيه ودي جزء مليان. ماشي. في عدد ضئيل جدا رجع. لان الاشعه اللي رجعت قليله. ولو كان الاشعه رجعت مثلا 50 60 الف شعاع. قصدي ان احنا ممكن نقول ان هو في جزء يشغل حيز صغير جدا من الذره، صح كده؟ لسه هنكمل. تمام. يوجد جزء في منتصف الذره كثافته اكبر ممكن وحجمه اقل ما يمكن. تمام. يبقى ممكن سؤال في الامتحان كده، اصلا انت بتتكلم مع طلبه علمي. تمام. ثالثه ثانوي السنه الجايه، يعني اسئله ذكاء. يقول لي كيف استدل رذرفورد ان النواه حجمها اقل ما يمكن؟ لان الاشعه ترتد. معظم الاشعه
نفذت وجزء صغير جدا منها ارتد. لان الاشعه اللي ارتدت كانت جزء صغير جدا جدا جدا. تمام ده معناه ايه؟ ان الشعاع او اتنين بكتير قوي خبطوا فيها. تمام طيب ده بالنسبه لمين؟ لايه؟ للنواه نفسها. نيجي بقى المشاهده الثالثه، احنا قلنا ايه؟ ارتداد جزء ضئيل جدا من اشعه الفا عكس اتجاه السقوط. طيب لا دي كان دي اللي هي دي قرار كده يعني. تمام. طيب يبقى دي نوريه الثالثه اللي هي انحراف. مش لازم دي. يبقى في انحراف بعض الاشعه عن المسار الاصلي. تمام المشاهده الثالثه يا مستر، اولا ظهور بعض الاشعه على جانبي الموضع الاصلي. اللي ظهرت في المكان الاولاني. تمام اسمها لك يا مستر. هنا كان اشعه الفا، هنا في غلاله مين؟ الذهب. كان في هنا ايه؟ النواه. كان في شعاع معدي هنا عمل ايه؟ عد. واللي هنا عمل ايه؟ عد. الشعاع اللي عمل هنا ان ايه ارتد. تمام كده؟ طيب تعالى بقى الشعاع ده يا مستر. كان في شعاع جاي من هنا المفروض منور هنا، كان منور هنا. تمام الشعاع جاي من هنا المفروض هو كان منور هنا. تمام ده نور فوق كده وده نور تحت كده. تمام طيب معنى كده ايه؟ ان هو انحرف قبل، يعني قبل المسافه دي الزرقاء عشان تمام. الطلبه فاهمه، يعني هو انحرف كده يعني من هنا كده. تمام انحرف من تحت كده. بص يا مستر كده، هو ايه مبدا الانحراف عندنا في العلوم او في الكيمياء والفيزياء؟ ان الاجسام المختلفه تتجاذب والمتشابهه. يبقى المختلفة تتنافر المختلفه تتنافر والمتشابهة تتجاذب. المختلفه تتجاذب تتجاذب المتشابهه تتنافر. صح كده؟ صح. طيب الفا اصلا نواه موجبه الشحنه تشبه نواه الهيليوم. مستر الحته دي احنا محتاجينها دلوقتي. تمام بتشيك نمبر، خلي بالك معايا. تشبه النواه الهيليوم بذره الهيليوم. تمام يعني الفا تشبه النواه فيها كام بروتون موجب؟ 2 بروتون موجب. تمام لكن ذره الهيليوم بذره متعادله. عشان لو جينا قلنا سؤال في الامتحان قارن بين النواه الهيليوم بذره الهيليوم والفا، لا الفا تشبه النواه الهيليوم. طب اعمل اللي انا فهمته. اتفضل. طيب هو اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان انا مثلا النواه لو انا هقول مثلا نبتدي بالهيليوم. الهيليوم الاثنين مع بعض ذره. تمام. يبقى بروتون موجب بروتون موجب ونيترونين متعادلين صح كده؟ ده الهيليوم. تمام. واثنين الكترون. سيري صح كده. حضرتك هنا قلت ان الالفا نواه موجبه. هي النواه، يبقى ارسم الموجب موجب بس والمتعادل بس كده صح؟ ليه؟ يبقى تمام تمام صح كده؟ بالظبط كده. تمام الفكره كلها ان هي نواه موجبه مش ذره متعادله. تمام. نواه موجبه تشبه نواه. يبقى اقدر اقول ان الالفا هي نواه ذره الهيليوم. بالظبط كده. تمام يا مستر ماشي. طيب الفا موجبه الشحنه تشبه نواه الهيليوم. تمام. طيب هنا نوعها ايه؟ ده اللي هي الفا موجبه صح كده؟ طب لما يتنافر مع الجزء اللي في النص ده يبقى طالما تنافروا مع بعض يبقى يحمل نفس الشحنه. حلو جدا. يبقى اذا الجسم اللي في النص ده اللي هو كانت كثافته مالها عاليه جدا وحجمه مالي صغير جدا، طلع موجب. ليه؟ عشان قدر يزق الفا بعيد عنه. تمام. يبقى هنا ايه؟ ظهور بعض الاشعه اللي في الموضوع الاول الاصلي ده يدل على ايه بقى؟ ان الجزء الموجود في منتصف الذره موجب الشحنه. يقصد بمين الجزء في منتصف الذره؟ اللي هو النواه. تمام. يبقى كأن هنا جمع كل الشحنه الموجبه بتاعت تومسون وحطها في مكان واحد وسماه ان هو النواه. اذا يا مستر ذره رذرفورد مبنيه على كام اختراع كده وكم مشاهده؟ 3 مشاهدات. 3 مشاهدات. اول مشاهده ظهور معظم الاشعه في نفس المكان الاول. معناه ايه؟ معناه ان هو معظم الذره فراغ وليست مصمته زي ما قال ايه تومسون. هذا مين؟ الفكره بتاعت تومسون. رقم 2 بعض الاشعه ارتدت في عكس اتجاه الاول. ده معناه ان في جزء في مركز الذره عالي الكثافه صغير الحجم ادى الى ايه؟ ان الاشعه دي ارتدت. طب بعض الاشعه ظهرت في على جانبي الموضع الاول. معناه ان هي بتحمل شحنه مشابهه لشحنه جسيمات الفا، يبقى شحنتها موجبه، يبقى النواه دي موجبه. الفا والهيليوم قلنا الالفا دي نواه موجبه بس، تمام. لكن الهيليوم ذره ايه؟ ذره متعادله الشحنه. يعني تاني يبقى الالفا جسيم موجب لكن ذره الهيليوم جسيم متعادل. تمام.
تمام. علل يبطل اللوح المعدني في تجربه رذرفورد بطبقه من كربون 50، اشمعنى المركب ده؟ قلنا عشان لما بتسقط عليها اشعه الفا بتحدث وميض. للعلم يا مستر ان المركب ده رمزه زد ان اس، تمام. كربون 50. تمام كده؟ طيب ليه استنتج رذرفورد ان معظم الذرات الفراغ ليست مثبطه؟ لان معظم الاشعه بتاعت الفا سقطت في نفس موضعها الاول قبل وضع رقيقه الرصاص. تمام. اذا الذره، احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ رذرفورد هيقسم التجربه بتاعته 3 حاجات. تمام. ذره، نواه، الكترونات. ده الوصف بتاع الثلاثه. بتاع الذره نفسها اللي حضرتك قلت لي ايه؟ هو الذره جواها حاجات، جواها حاجات دلوقتي، وحواليها كمان ايه؟ حاجات. يعني الذره في جوه الذره نواه، وحوالين الذره بره في الكترونات. تمام. قال ايه بقى هو؟ الذره عند رذرفورد تشبه المجموعه الشمسيه، حتى بعض العلماء بيقولوا ايه؟ ان ذره رذرفورد هي ذره المجموعه الشمسيه. تمام. يبقى تشبه المجموعه الشمسيه. ممكن معلش فكرنا كده المجموعه الشمسيه عباره عن ايه؟ نواه لا الشمس حواليها الكترونات. كواكب اللي هي لا كواكب كده. يبقى هنا الشمس وحواليه دي الشمس، وهنا في كوكب بيلف ايه؟ حواليه كوكب الارض مثلا كده. تمام. نفس الحوار برضه عندنا هنا في مين؟ النواه. وحواليها مين؟ نقول الكواكب بقى المره دي. ده الكترون. تمام. طيب بص يا مستر كريم، هي في بس نقطه صغيره جدا، ان حجم الشمس بالنسبه للكوكب كبير، لكن حجم النواه بالنسبه للالكترون متناهي الصغر. برضه كبير يا مستر. كبير؟ ايه يا مستر في ايه؟ ان هو اكبر من الالكترون بكتير. تمام. تمام كده؟ يعني حتى التشبيه في الاثنين؟ التشبيه ماشي. تمام؟ ماشي. انا قلت بقى بتخدعني. طيب النواه يا مستر. طب يبقى نرجع للذره ولا كده خلاص كده؟ اتفضل. طيب اللي هو يبقى قال كده هي معقده التركيب، تشبيه، متناهيه الصغر، تشبه في تركيبها المجموعه الشمسيه، نواه مركزيه زي الشمس، ودول حواليها الكترونات زي الكواكب. الالكترون. لا بس انت عارف احنا بنتعلم منك يا محمد. تسلم. النواه الذره معقده التركيب، تمام. المجموعه الشمسيه توجد النواه في المنتصف تدور حول الالكترونات ايه؟ كما تشبه الكواكب الشمس. تمام. يبقى اول تاني اللي حضرتك كنت قايلهم لي تاني، يبقى الذره ماشي معقده، متناهيه الصغر، الذره صغيره، ماشي، معقده التركيب. طب نكتبهم ولا؟ تعال نكتبهم. حاضر بس كده يا مستر. ايه واحد، متناهيه الصغر. متناهيه الصغر. هو ليه قايلها الكلمه دي؟ عشان الجمله الثانيه بالرغم من تناهيها في الصغر لكنها معقده التركيب. معقده التركيب. تشبه في تركيبها المجموعه الشمسيه. فيها نواه مركزيه زي الشمس، حيث يوجد بها نواه مركزيه كالشمس، تشبه الشمس، وتدور حولها الالكترونات مثل الكواكب. ماشي، تدور حولها الكترونات تشبه الكواكب حول الشمس. تمام. طب هي بقى ذرته متعادله ولا مش متعادله؟ عشان نضيفها بين ذره رذرفورد. لا متعادله. طب نقول متعادله ازاي بطريقه رذرفورد؟ بس عشان السؤال ده جاي قدام شويه، جاي قدام يعني؟ عدم سقوط الالكترون في النواه دي. خلاص تمام. طيب نرجع تاني ان هو بقى تمام. قال ان هو جسم موجب الشحنه. عرف ازاي يا مستر؟ ما هو من اشعه الفا لما انحرفت عن المكان الاولاني. الفا مشت من جنب وانحرفت. تمام. والاجسام مختلفه متشابهه تتنافر. طيب جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. كثافتها اكبر ما يمكن، كثافتها كبيره طبعا. تمام. حجمها اقل ما يمكن، تتركز فيها معظم كتلة الذرة. ندخل الفيزياء اللي عندهم برضك السنه دي فيها. اتفضل يا مستر. كتله كبيره على حجم صغير بتطلع كثافه اكبر ما يمكن. يبقى الكثافه بتاعت الذره عشان قصدك ان رو بتساوي ام على في، يبقى اكبر كتله كبيره وحجم صغير يطلع كثافه اكبر ما يمكن. تسلم يا مستر. تمام. في نقطه بقى مهمه جدا يا مستر هاني. تمام. هنا تتركز في معظم كتله الذره. هو ازاي عرف ان الالكترون اصلا او كتله الذره موجوده في النواه بس؟ طب ما في الكترونات. عشان لما جسيمات الفا عدت عليها ما خبطتش. لا صح. بس فما تاثرتش.
ما رجعتش. ما تاثرتش. بالظبط كده. تمام طالما ما رجعتش بقى الالكترون كان خفيف اصلا. تمام تمام كده. يبقى جسم موجب الشحنه يوجد في مركز ذره كثافته اكبر ما يمكن، حجمه اقل ما يمكن، تتركز فيها معظم كتله الذره. دي مين دي يا مستر؟ النواه. النواه. يبقى لو انا رسمت الذره كده اهي بالشكل ده، هنا في مين؟ النواه. في نص الذره بالظبط كده. تمام. طيب نيجي بقى النقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها، الالكترونيه. تمام اجسام سالبه الشحنه تدور حول النواه تمام تساوي عدد اجسام الموجبه داخل النواه. مش تبقى الذره بقى يا مستر؟ متعادل. يبقى الالكترونات السالبه بتساوي الموجب جوه النواه، مش الذره تبقى تمام. متعادله كهربائيا. تمام. هنا الالكترون يا مستر، وهنا هو اللي اكتشف ان الموجب ده اللي هو البروتونات، صح كده؟ اربع حاجات في الالكترونات اصلا. تمام ازاي بتدور وعددها عامل ازاي، تمام بس كده، وشحنتها ايه، بس كده، وموجوده فين بالظبط. تمام. يبقى اول حاجه الشحنه سالبه. سالبه. الدوران حوالين النواه. حول النواه، بس مثلا ثانيه واحده كده، مم. بسرعه عاليه. تمام طيب ليه يا مستر؟ بسرعه كبيره جدا علشان حتى لا تسقط في النواه. تمام. الجسم لما يكون مثلا لو انا ربطت القلم ده بايدي وبحبل كده ولفيته كده، هيقع؟ مم. لا. ما يقعش. طول ما ايدي ماسكه وبتلف هيقع، تمام. يفضل يلف نفس المسار بتاعه. تمام يبقى الدوران حول النواه بسرعه عاليه حتى لا يسقط في النواه. تمام. مش بس كده، قال لك طب كمان، وايه اللي خليه يسقط في النواه اصلا؟ وانا لسه بتكلم اهو. مم. الدوران يا مستر يقع تحت تاثير قوتين. تمام قوه جذب، هو بيلف في مسار في مدار ثابت، يعني بص المدار ده كده. تمام رذرفورد قال تدور الالكترونات حول النواه في مدارات ثابته. بص واحده واحده. تمام. حتى الدوران حول النواه بسرعه عاليه حتى لا تسقط في مدارات ثابته. تمام طيب ليه مداره ثابت؟ قال لك عشان الالكترون هنا يقع تحت تاثير قوتين، قوه جذب للداخل وقوه طرد للخارج. تمام. فقوه الجذب للداخل يبقوا عكس بعض يا مستر. كده بالعكس يعني. طب مم. نقولها من الاول ماشي، بس بسيطه. تمام ما ده كده تمام، انا بتكلم عن الرسم. ماشي. ممكن تعالى هنا بالدوران. يبقى الدوران تدور في مدارات محدده. تمام. ليه بقى؟ دي نواه تخليها موجب. موجبه الشحن، تمام ده الكترون سالب الشحن. تمام المفروض النواه يا مستر تشد مين؟ الالكترون ناحيتها. تمام والالكترون عايز يجري من الذره لبره كده. تمام. اي جسم انا بشده بحبل كده، لو سبته من ايدي يروح جاي على طول مره واحده كده. تمام ده اسمه قوه جذب للداخل، تمام. وده اسمه قوه طرد للخارج. تمام. يبقى القوتين دول عارف خلينا ممكن نربطهم بالفيزياء. عندهم لو فعل ورد فعل. صح كده، مم. متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه، تمام فيظل الالكترون ثابت في مكانه. تمام. اذا يا مستر معلش انا اسف، فيزياء حاطط لك اهو. مم. لو قوه الجذب اف يبقى قوه الطرد سالب اف. عشان عكسه في الايه؟ في الاتجاه. تمام. يبقى بيساوي في المقدار عكس في الاتجاه. وده سؤال في كتاب الوافي، خلي بالك. تمام. لو قوه جذب النواه للالكترون ايه يبقى قوه الطرد الخارجي سالب اف. تمام كده. يبقى الدوران حول النواه بسرعه عاليه تدور في مدارات محدده. يبقى هنا الفكره كلها، اقول اللي انا فهمته، احنا عندنا الالكترونات بتدور حول النواه بسرعه كبيره في مدارات محدده. بالظبط. بسرعه كبيره الاجابه حتى لا تسقط في النواه. في مدارات محدده. في مدارات محدده لان لان عشان تولد ايه، في قوتين بيأثروا على الالكترون. قوه الجذب الناشئه عن الموجب والسالب، النواه موجبه والالكترونات سالبه. قوه الطرد الناشئه عن الحركه. والحته دي ممكن يجيبها لي عليها سؤال. علل لا يسقط الالكترون في النواه. ليه يا مستر؟ اقول نتحرك بسرعات عاليه. ممكن دي صح. تمام ليه؟ لانه يقع تحت تاثير قوتين، قوه جذب ده قوه طرد الخارج. دي صح. تمام. صح تمام كده. ايضا بالنسبه احنا اتكلمنا على مين يا مستر؟ عن الشحنه، عن والدوران. الدوران.
ماشي. يبقى الشحنه سالبه، الدوران حوالين النواه في مدارات بسرعة. محدده وثابته بسرعه عاليه. نتكلم عن العدد. العدد الشحنات السالبه اللي هي الالكترونات يعني تمام. تساوي الشحنات الموجبه داخل النواه. اللي هي بقى البروتونات، صح كده؟ داخل النواه. ليه ده كله؟ ليه بقى السالب يساوي الموجب؟ عشان الذره متعادله. حتى تكون الذره متعادله كهربائيا. يعني انا ممكن اقول من عندي جالي، لو قلنا مثلا ان بور، قصدي رذرفورد وتومسون اتفقا في نقط، ينفع اقول الذره متعادله؟ الذره متعادله صح كده. تمام كده؟ تمام، بس ما قلتش ذره مسمار. تمام اختلف في ان الذره مسمار ده تمام. ضد ذره مسمار. تمام. ده بالنسبه للالكترونات. طيب نيجي بقى سؤال، مثلا لو حب يسال بعض الاسئله على الكلام ده، علل الاسكو الالكترون في النواه لانه يقع تحت تاثير قوتان. قوه جذب ده قوه ضرب للخارج. تمام، والاثنين متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه. تمام. لو قوه جذب النواه الالكترون اف يبقى قوه الطرد قلنا سالب اف. سالب اف، عشان عكس بعض. تمام. تمام. طيب كده لسه ايه بعض الملاحظات مثلا اللي حضرتك خدتها على بور مثلا، يعني على رذرفورد؟ انا لو انا مش عارف فانا مش هبقى عارف. انا استفدت ايه كده من رذرفورد؟ انا عرفت ان الذره جواها نواه وحواليها الكترونات بتدور بس والذره معظمها فراغ، الذره متعادله. يعني اثبت ما هو الراجل بسم الله ما شاء الله اثبت ان الذره فراغ، تمام. واثبت ان النواه موجبه الشحن، تمام. واثبت ان الالكترونات حول النواه عددها بيساوي البروتونات الذره متعادله. سالك سيرامستر. تمام. هو الراجل استخدم الذهب ايو وعدد الذري تقريبا 89. تمام. تمام. لو كان استخدم الاي جي عدد الذري 47، ايه الفرق؟ دي اكبر ودي صغيره. لا ما كده طالب فاهم يعني كده. مش عارف يا مستر ايه الفرق. انا بتكلم بجد على فكره. ايه الفرق؟ بص المثال كده، هنا البروتونات كتير فالتنافر بقى اكتر. تمام. مع مين؟ مع البروتونات اكتر. هنا التنافر اقل، مع البروتونات اكتر بمعنى اصح. لو الزاويه هنا 100 يعني الابتعاد مش هيبقى كبير يعني فمش هيلاحظوا. لو الزاويه هنا 120 امم الزاويه هنا ممكن تبقى كام؟ اقل من 120. تمام. يبقى كل ما احنا قلنا هو ليه اختار الذهب؟ عشان حضرتك قلت لك في الاول هو اختار الذهب عشان عدد الذري كبير وده نحتاجها بعدين. تمام. يبقى هنا لو الذهب عشان نواته كبيره بروتوناتها كتير، فكده اصبحت زاويه الانحراف يعني مرئيه او ملاحظه. نلاحظها عشان التنافر بقى عالي بين مين ومين؟ بين النواه وسمات الفا. ما احنا النواه، بص تخيل النواه جواها 89 شحنه ايه؟ موجبه. هتتنافر مع شعاع الفا هتهدفه بعيد. تمام. كان كده. لكن لو فضه على فكره برضه نفس الحوار، قابل للتورق، هتتسلط زي الذهب بس ايه؟ العدد الذري بتاعها صغير ما كانش هيساعد في الانحراف قوي. تمام. تمام يا مستر؟ يبقى الفكره كلها هنا اختار الذهب عشان قيمه العدد الذري بتاعه اكبر فيؤدي الى ملاحظه الانحراف في اشعه الفا. هنا ده لو جاب في كتاب الوفي قال لك ايه بقى؟ اذا كان العدد الذري للفضه 47 فما هو الناتج من الانحراف؟ هو ايه؟ تصبح ذات الانحراف اقل. تمام. السؤال كان مغالي يعني. تمام يا مستر؟ طيب ايه قصور نموذج رذرفورد؟ في بعض العيوب، انا مش هنقول عيوب طبعا ده عادي يعني. تمام. في بعض القصور في نموذج رذرفورد. اولا هو قال ان الالكترون بيلف حول النواه بس ما حدش كيفيه الدوران، يعني بيلف فين؟ انهي مستوى؟ ازاي؟ هو قال بيدور وخلاص. تمام. تمام كده؟ ايضا ما قدرش يفسر اي ذره غير الهيدروجين. لا ده بول. هو ده صح. ماشي، يبقى واحد لم يفسر كيفيه دوران الالكترون حول النواه. ده اصول. تمام. العلماء هيعالجوه بعد كده في نموذج بول ان شاء الله. حضرتك عندك سؤال؟ تمام. طيب ننهي ولا نراجع؟ نكمل على دول نراجع بس ايه؟ طيب احنا خدناه النهارده. هو ده بس كده اللي عندهم صح؟ ده رذرفورد تومسون. تمام، انا بتكلم على الكسور، هو ده بس اللي عندهم. خلاص تمام. ماشي. بص بس احنا عندنا في الفيزياء حاجات كتير. هو الفيزياء كان بيتكلم المشكله ايه؟ ان كان في 2 علماء، واحد اسمه ماكسويل والتاني اسمه هيرتز. تمام. عاملين نظريه بناء على الكلام اللي عمله نيوتن وكولوم. تمام. فدي بيقول لك ان اي جسم مشحون بيتحرك بيفقد طاقته. فاحنا لو جينا بصينا هنا على الايه دي، مش عارف بقى عندهم في الكيمياء ولا لا.
ان ده الالكترون بيتحرك في مسار ثابت. تمام. ده الكلام بتاع رذرفورد. تمام. على حسب الاثنين علماء ماكس والهرتز، النظريه بتاعتهم بتقول الجسم المشحون ده وهو بيتحرك هيفقد طاقته. اذا فقد طاقته ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي المسار بتاعه يقل 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 لغايه ما يخش جوه النواه ويرجع تاني زي الذره بتاعه تومسون، وده ما بيحصلش في الحقيقه. ده اللي عندهم مسيحيين. بس هي بقى ايه هي الفكره كلها؟ ان حركه الالكترون كما وصفها رذرفورد هتبقى مصحوبه باشعاع مستمر، تمام. ايه انخفاض في نص القطر باستمرار حتى يسقط جوه النواه. اللي عندهم الجزء ده بس. ما هو ده بس ايه يفهموا هو ايه ده، عشان ممكن ايه الطالب ده. معنى كلام رذرفورد، معنى كلام رذرفورد هنا مم. لو دي النواه خلاص مم. كده الالكترون هنا مم. فبيلف المنطقه دي بس. البعد بين النواه والالكترون دايما ثابت، لا بيقرب ولا يبعد. مم. ده معنى كلام رذرفورد، يعني لو دي النواه ايوه هو عامل زي الكواكب بتدور في مدار ثابت. ده الالكترون بالظبط كده، تمام. المسافه دي هتظل ثابته مهما حصل. وده تمام. تومسون هنعالجه بعدين في النظريه. طيب الناس احنا قلنا تومسون. تمام. تومسون قال ايه؟ الذره قال ان الذره مصمته متجانسه متجانسه من الكهرباء الموجبه مطمور بداخلها عدم الالكترونات السالبه الالكترونات يكفي لجعل الذره متعادله كهربائيا. جه مين بعد كده؟ وقلنا حضرتك شبهتها بالبطيخه. تمام. تمام. جه بعد كده رذرفورد هو صاحب اول تجربه حضرتك قلت عن ايه؟ يعني اول نظريه عن الذره بس بناء على تجربه. يعني اول من وضع تعريف الذره تجريب. جاب ايه بقى؟ قلنا جاب 2 علماء من التلاميذ بتاعه جيجر ومارسيدين وطلب منهم ان هم يعملوا ايه تجربه استخدم فيها. تمام. قلنا صندوق رصاص جواه مصدر بشع اشعه الفا زي الراديو. قلنا جوه الصندوق ده فتحه عشان تخرج منها اشعه الفا دي. حلو جدا. بعد كده حط قصاده لوح مبطن بكبريتيت الخرسين. الغرض منه ايه؟ قلنا عشان اشعه الفا لما بتصطدم بكبريتيت الخرسين بتعمل غميض. تمام. بعد كده عمل ايه؟ عمل التجربه من غير ما يحط شريحه ذهب. وحدد الاماكن والعدد بتاعت اشعه الفا اللي نزلت. حط شريحه ذهب. شاف 3 مشاهدات. اول مشاهده ان هو معظم الاشعه نزلت في الموضع الاولاني. الذره فراغ. المشاهده الثانيه ان هو بعض الاشعه ارتدت ونسبه صغيره جدا منها ارتدت. في جزء صغنن جدا في الذره كثافته عاليه. تمام. بعض الاشعه انحرفت عن الموضع الاولاني. يبقى الجزء اللي في النص ده كان شحنه موجبه تشبه اشعه الفا. تمام. ايه الفرق بين الالفا والهيليوم؟ قلنا الالفا جسيم موجب، الهيليوم جسيم متعادل. طيب بالنسبه لذره رذرفورد شبهها ازاي؟ قلنا الذره متناهيه الصغر معقده التركيب تشبه المجموعه الشمسيه، نواه مركزيه وبتدور حواليها الكترونات زي الكواكب. بالنسبه للنواه قال ان هي موجبه الشحنه توجد في مركز الذره، عاليه الكثافه، حجمه منخفض جدا. تمام. الالكترونات قال ان هي جسيمات سالبه الشحنه بتدور حوالين النواه في مدارات محدده وثابته بسرعات فائقه والذره متعادله. تمام. والذره متعادله كهربائيه. تمام. وقلنا عدد الالكترونات بقى قلنا عدد الالكترونات السالبه قد عدد البروتونات الموجبه اللي داخل النواه عشان كده الذره متعادله. قلنا على الحركه قلنا بتدور بسرعات فائقه. ايه السبب؟ قلنا عشان بتقع تحت تاثير قوتين وهي بتتحرك، قوه جذب النواه وقوه الطرد الناشئه عن السرعه الهائله في الاتجاه. قلنا التصور ده بيفسر كيفيه دوران الالكترون حول النواه. ما قدرش يفسر كيفيه دوران الالكترون حوالين ايه النواه. حبايبنا طلاب تاني ثانوي كنا معاكم النهارده ومساعدة جدا بيكم ونشكر مستر احمد طبعا على الاضافه. انا لا شرف يا مستر وانا بستفيد من حضرتك كتير.